بعد فيديو الساحل الشمالي اللي حكيت لكم فيه القصه اللي حصلت معايا هناك، كذا حد من السعوديه بعت لي القصه دي وقال لي لازم تتكلم عنها باسلوبك. ولما عملت سيرش كتير عن القصه دي عشان افهم التفاصيل واعرف الاحداث واشوف ايه اللي حصل، لقيت حاجات خزعبليه. تخيل معايا بنتك او اختك الصغيره تختفي لمده شهرين وانت مش عارف مكانها ولا عارف راحت فين ولا جت منين، وفي الاخر خالص ترجع لك بنفس اللبس اللي كانت ماشيه بيه وبنفس الشنطه اللي كانت في ايديها. قصتنا النهارده حقيقيه من قلب السعودية، وتقدر تعمل سيرش بنفسك عشان تتأكد من كل تفصيلة وكل نقطة هنتكلم فيها. قصة ظهور ومارد الجن. أنا الدولي، وهنا بحكي لكم عن قصص غريبة بتحصل وحصلت وهتحصل في قلب الواقع، واتمنى تدعمني بالاشتراك واللايك، واتمنى برضو ان احنا نوصل بالفيديو ده ل1000 لايك. يلا بينا نبدأ. البداية سنة 2006 في محافظة الباحة، يوم دراسي جميل كل الناس رايحين فيها مدارسهم وكل الناس رايحين على أشغالهم، ويوم جميل طبيعي جدا في السعودية. وسط الناس اللي ماشيين ورايحين أشغالهم ومصالحهم دول كلهم، في بنتين كانوا رايحين مع بعض نفس المدرسة، مدرسة خاصة لتحفيظ القرآن، وكل حاجة طبيعية جدا، والمدرسة قريبة جدا من البيت مش بعيدة. والبنتين دول هم ماشيين، هنا اول اكشن حصل. البنت الصغيره اللي عندها 8 سنين اللي اسمها زهور، اللي احنا هنتكلم عنها النهارده كتير جدا، مره واحده فلتت من ايد اختها وبقت تجري بسرعه البرق، تشبيه سريع كده. شفت لعبه سونيك بيجري بسرعه ازاي؟ كانت البنت الصغيره بتجري بنفس الطريقه قدامها، واختها بتجري وراها مش ملاحقاها، هي جالها ذهول لدرجه ان هي وقفت مكانها، اتمسمرت، مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تجري وراها الناحيه دي ولا الناحيه دي، ولا حد في الشارع كان عارف ايه اللي بيحصل في الوقت ده. رجعت على البيت تاني والبنت عماله تصوت والحقوني ومش عارفه اختي والحق اختي وانا مش عارفه امسكها وجريت مني. طب ايه اللي حصل؟ طب عماله تحكي كل التفاصيل لابوها وامها واهلها في البيت، محدش مصدقها. الام طبعا خافت جدا وقعدت تصوت واتصلت بجوزها، الحقني بنتك حصل كذا 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 والبنت اختفت ومش عارفين نعمل ايه. اتصل بكل اهل المنطقه اللي موجودين فيها وقعدوا كلهم يدوروا عليها. البنت اختفت تماما، لدرجة ان هم كانوا ماشيين في الشوارع ينادوا يا زهور يا زهور، خشوا في كل حتة يدوروا عليها، مش موجودة تماما. البت ما اتخطفتش عشان حد يقول لك ان هي اتخطفت، لا، البت كانت ماسكة في ايد اختها وخدت بعضها وجريت بنفسها. طب ايه اللي حصل؟ طب البت راحت فين؟ محدش عارف نهائي. اليوم كله عدى لحد المغرب خلاص بقى والدنيا ليلت ومحدش عارف يعمل ايه. كله قال لك ايه؟ نروح نشوف بكره هنعمل ايه. بلغوا الشرطه، قال لك لازم يمر 24 ساعه على اختفائها، والناس كلها مش عارفين يعملوا ايه، وابوها واهلها كلهم عمالين يحققوا مع اختها اللي كانت ماسكه في ايديها، ومحدش عارف ياخد منها لا حق ولا باطل. يا بنتي البت راحت فين؟ والله سابتني وجريت. كلام محدش يستوعبه، كلام مفيش عقل يصدقه. ولكن وهم محققين معاها وعمالين يتعصبوا عليها ومش مصدقين البت، مرة واحدة باب البيت خبط جامد. ابن عمها فتح الباب، لقى البت الصغيرة اللي اختفت موجودة قدام الباب. زهور واقفة قدامه بنفس لبس المدرسة، ولكن اللبس وسخ جدا. شدوها على جوه وقعدوا معاها، انت كنت فين ورحت فين وجيتي منين؟ هي قالت لهم انا مش عارفة، انا مرة واحدة لقيت نفسي في الوادي. الوادي اصلا الناس الكبيرة صعب عليها ان هي تروح للمكان ده، صعب عليها ان هي تطلع طريق الوادي طريق جبلي صعب جدا، لازم عربيه، ومش اي عربيه كمان تقدر تطلع الجبل ده. واحده ما حققوا معاها قالت لهم انا مش عارفه ازاي، بس انا كنت سامعاكم بتنادوا عليا وحد اداني اكل وانا مش عارفه مين وكنت باكل، ومره واحده لقيت نفسي قدام البيت هنا. ايه اللي حصل؟ محدش عارف. امهم قالت الحمد لله احنا لقينا البنت وكل تمام. خدت البت، طلعت حمتها ولبستها وغيرت لها واكلتها ودخلت نامت، وقعدت فتره بعدها ما بتتكلمش، كلامها بقى قليل جدا. كانت دايما تحب تهزر، تتكلم، تلعب، تقول افيهات، تعمل اي منظر، تعمل روح في البيت. البت من بعدها البت تحس ان هي دايما قاعده ساكته، دايما نايمه، كانها شافت حاجه جابت لها صدمه. حتى اكلها ما بقاش زي الاول، اكلها بقى قليل جدا. تبقى قاعده معاهم في التجمع العائلي قاعده ساكته، ولكن هي صاحيه وكل حاجه، ولكن قاعده ساكته. هم يقولوا موقف، يحكوا اي حاجه يضحكوا، هي مفيش. واهلها من هنا خافوا عليها جدا، بداوا ان هم يسالوا ويطمنوا، عايزين يعرفوا ايه اللي حصل. ودوها لدكاتره نفسيين، ودوها لدكاتره مخ واعصاب. وصل بيهم الامر ان هم ودوها للشيوخ يقراوا عليها قران. واحد من الشيوخ دول قال لابوها ان البنت دي ممسوسه من الجن، ان الجن اللي فيها من اهل القريه، فلازم عشان تظبط الدنيا والبنت حالها يتصلح
ناجح لازم تخرجوا من القرية دي او من البلد الصغيرة دي. لما نقلوا لمنطقة تانية البت بدأت تفوق شوية، البت بدأت تنبسط وتضحك وتاكل احسن وجسمها بدأ يرد لها وكله بقى تمام. وكان ابوها منعها من الخروج من البيت تماما، حتى الدراسة قال لها مفيش دراسة نهائي. امها تقول له حرام عليك، تجي تكلم اخواتها، تكلم كبار العيلة، الحقوا احنا عايزين بنت ترجع المدرسة. البنت حالتها بقت تتحسن عشان حالتها ما تسوقش، حالتها ما تتضايقش، عشان خاطر يبدأوا يقنعوا ابوها ان هو يرجعها المدرسة مرة تانية. بعد ما 100,000 واحد كلم ابوها خلاص اقتنع، ولكن قال انا مش هوديها المدرسة الا بنفسي، انا لازم اوديها المدرسه وافضل قاعد معاها في المدرسه لحد اما تخرج وارجعها تاني للبيت. وحصل فعلا، وابوها خدها تاني يوم راح يوديها المدرسه بنفسه. ركبوا العربيه وراحوا لحد المدرسه، نزل عشان يدخلها الفصل بتاعها. اول ما نزل وخد زهور من ايده يا دوبك مش 3 4 خطوات وحصلت المعجزه اللي ابوها كان هيشد في شعره حرفيا. لقى البت فلتت من ايده، وبدل ما تخش على المدرسه خدت بعضها بتجري عكس وبنفس السرعه اللي كانت اختها بتحكي بتقول ان هي بتجري بنفس السرعه دي، كانت بنفس السرعه بتجري وعماله تجري بطريقه مش عارف يمسكها. ركب العربيه بقى بيجري وراها بالعربيه، طلعت على الوادي بقى بيجري وراها. هو كل ما يقرب منها البت تبعد اسرع، هو بيجري وراها بالعربيه هو مش عارف في ايه اللي بيحصل. البت تحس ان هي ركبت موتور وتربو وبقت بتجري في قلب الصحراء، طالعه الوادي نازله الجبل. ابوها مش عارف يعمل ايه، بدأ يلوم نفسه. اختفت زهور تماما، ابوها قلب عليها المنطقة حرفيا، بقى بيدور في كل شبر وكل مكان عشان يقدر يوصل هي بنتي راحت فين. بنته، انت مستوعب يعني ايه بنتك او ابنك يختفي قدامك وانت مش قادر توصل له؟ ده نفس الشعور اللي كان عند ابوها، مش عارف يعمل ايه، حس بالفشل، حس انا اللي قصرت، انا اللي وديتها المدرسة، حس البنت اتخطفت من ايدي، حس ان انا اللي قصرت، العربية بتاعتي ما كانتش سريعه كفايه ان انا اقدر اصطادها او ان انا اقدر امسكها وانا بجري وراها. بقى بيلوم نفسه بطريقه غريبه. ولما رجع البيت بلغ اهله باللي حصل، ودي كانت الصدمه. ورجعوا بيتهم القديم، ونصهم بقى في البيت القديم ونصهم بقى في البيت الجديد. كل الناس بقى بيدوروا، كل الناس حرفيا بتوع القريه الجديده بتوع القريه القديمه، كل قرايبها اللي من كل مكان، كل الناس جت، الشرطه جت، كل الناس كانت بتدور حرفيا على زهور. قالك يمكن ترجع اخر اليوم، ما رجعتش زي المره اللي فاتت ابدا. ايام، اسابيع، شهور، البت اختفت تماما. بس الشرطة والاهل وابوها وكل اخواتها كانوا بيدوروا عليها، بيطلعوا بيدوروا عليها. عملوا مكافآت للي يقدر يجيبها، عملوا مكافأة مالية ضخمة جدا للي يلاقيها. وما افتكرت حوار مس الجن، بقت تاخد المصحف في ايديها وتطلع على الجبل تفضل تقرأ في قرآن طول اليوم وتدعي ربنا ان هي تلاقي بنتها. المدة الاختفاء او مدة التدوير اللي حصلت المرة التانية من الاختفاء كانت 8 شهور. عارف يعني ايه 8 شهور بنتك بتدور عليها؟ 8 شهور بنتك مختفية، 8 شهور مش عارف بنتك راحت فين. كأنهم اكتر من 80 سنة عدوا على اهلها. بعد ال8 شهور دول جت مكالمة غريبة لابوها في منطقة تانية اسمها تهامة، ومنطقة تهامة دي بعيدة عنهم 100 كيلو. بس هو بإيده ايه يعملوا؟ اي خيط يمسك فيه. فخد بعضه وخد قرايبه وطلعوا على منطقة تهامة عشان يتأكدوا من خبر ان هم معاهم بنتهم. ولما راح ملقاش بنته، ولكن الراجل اللي كلمه قال له اللي شاف بنتك واحدة كبيرة عجوزة في السن عايشة لوحدها في بيت قديم، وقالت القصة بتاعتها. فراحوا كلهم للولية العجوزة ديت وقعدوا معاها وكلموها، وقالت لهم انا من كام يوم باب البيت خبط جامد جدا، ولما فتحت الباب بالليل لقيت بنت لابسة لبس مدرسة وشعرها متنعكش جدا وموطية وشكلها مبهدل قوي وضوافرها طويلة جدا. البنت كان حرفيا معفنة. الولية قالت لها مين انت؟ ايه اللي حصل لك؟ مالك يا بنتي؟ فالبنت قالت لها لا انا عطشانه وعايزه اشرب ميه. فما سالتهاش، فرفت وشها راحت تجيب لها الميه، ورجعت لقيت البت اختفت. راحت فين؟ تنادي عليها يا بنت انت عايزه الميه؟ انا جبت لك الميه، انت فين؟ والبت ملهاش اي اثر نهائي. وراحت لجارتها اللي جنبها قالت لها حصل كذا 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 وانا شفت كذا بالمواصفات الفلانيه. قالت لها اكيد دي زهور اللي اهلها بيدوروا عليها والناس كلها بتدور عليها من 8 شهور فاتت. وقالت لابوها اجري دور على بنتك بسرعة عشان بنتك عطشانة قوي. وبدأ كل اهالي منطقة تهامة بيدوروا على البنت، كل الناس بيلفوا يدوروا عليها حرفيا. والمصيبة بقى ان في تهامة دي
كان في قلب الجبل، كان كل الناس اللي بتطلع تدور عليها بالليل كانوا بيسمعوا صوتها وهي بتعيط، يسمعوا صوتها وهي بتقول انا عطشانه، وهي بتصرخ وبتقول انا عطشانه. بس لما كان يروح على الصوت، اول ما يوصلوا للصوت يلاقوا الصوت بقى الناحيه التانيه. وبقى في القريه صوت صويت دايما طول الليل، وابوها مع الناس مش عارف يعمل ايه، يسمع صوت بنت، هو ده صوت بنتي بتعيط، صوت بنتي بتصرخ. والشيوخ اللي كانوا في المنطقه عرفوا بالموضوع وقال لك ان البنت دي ممسوسه من جن، والجن ده عايز يبعدها عن اهلها. وشيخ تاني قال لك اللي متحكم فيها مارد كبير، هو اللي مسيطر عليها، وهو اللي يقدر يوديها ويجيبها، ويقدر يخلي المؤثرات والحاجات اللي احنا بنشوفها وبنسمعها هي دي اللي بتحصل. وفجأة وبدون اي مقدمات زهور خبطت عليهم في البيت لتاني مرة، شافوها ولقوا منظر غريب. البت عينيها كانت محولة، والبت كانت مخضوضة وشكلها بهتان كده، وشعرها نازل على وشها، وهدومها متبهدلة جدا، وريحتها كريهة قوي، ومنظرها كان مرعب جدا. حتى اخواتها واهلها كانوا خايفين يمسكوها، خايفين يقربوا عليها، شوفوا مختفية المفروض يحضنوها، كانوا خايفين منها قوي. ابوها وامها هم الناس اللي جريوا عليها وحضنوها جدا ويمسكوا فيها. ولكن وقتها جابوا كل الشيوخ اللي موجودين في المنطقة، قالك ان دي ما ينفعش تخرج بره باب البيت نهائي، ولا تسيبوها قاعده لوحدها عشان اللي حصل لها ما يحصل لهاش تاني. كانوا اخواتها واهلها وقرايبها بيعملوا معاها ورديات، هي قاعده في الاوضه قاعدين معاها، قاعده في البيت قاعدين معاها، دخلت تنام قاعدين معاها. سيستم ورديات كان ماشي في البيت. بدات الشيوخ تيجي واحد ورا التاني يطمنوا عليها، يقروا عليها، كل واحد عايز يفهم فيها ايه. البت بدات حالتها تتحسن واحده واحده، بدات تنبسط، بدات تضحك، بدات خلاص البت رجعت لطبيعتها. فضلت على طبيعتها وبنظام الورديات اللي بيعملوا معاها لحد ما تمت 14 سنه. والبت بدات تتخنق، عايزه تخرج تشوف الدنيا، بدات تشوف النت، بدات تفتح التلفزيون، مسلسل، بدات البت عايزه اخرج زي الناس كلها بتخرج. اشمعنى انا اللي قافلين عليا كده يا بنت، هيحصل لك كذا؟ قالت لهم لا محدش شيء. لا، بدات سن المراهقه وبدا العند يشتغل. طبعا هي مش مستوعبه قد ايه اهلها عانوا وتعبوا عشان يلاقوها، تعبوا وعانوا قد ايه عشان يقدروا يعالجوها وتفضل عايشه معاهم في سلام وامان. ولكن من بعد ما بدات تتخانق مع اهلها، بدأت بقى اللي هي ايه، نفسيا تتعب، والضغوطات بقى على اهلها. الناس يا عم خرجها خلاص، اللي عدى واللي فات مات، مش هيحصل تاني. ابوها بقى مضغوط مش عارف يعمل ايه، مش عايز يمر بنفس الدوامة. والبنت بقت كل شوية تزن، ونفسيتها بقت تعبانة، بقت تقعد في الأوضة تتنح للسقف، بدأت ترجع لعادتها القديمة، بدأت تبقى متضايقة، بدأت دايما الضحكة تروح من وشها، أكلها قل جدا. بعد زن الناس كلها أبوها قال لهم تعالوا نوديها المدرسة تاني. وابوها خدها من ايديها ومرضيش يسيبها لحد باب المدرسه، ومرعوب وخايف ان هي تجري منه زي المره اللي فاتت وتفلت زي المره اللي فاتت، ومش عارف يعمل ايه. وكل خطوه من العربيه لحد باب المدرسه كان قلبه بيدق، كان مش عارف يعمل ايه، هعمل ايه لو الموقف اتكرر تاني. اول ما دخلت باب المدرسه ابوها اطمن، الحمد لله ده دخلت المدرسه كده، البت رجعت لحياتها الطبيعيه كده، كله تمام. رجع على البيت وبعد 3 4 ساعات جاله تليفون من المدرسه، قالوا له ان بنتك جريت مره واحده من المدرسه، حتى الفراشين والسكيورتي اللي موجودين محدش عرف يمسكها. بنتك هربت بطريقه غريبه، وقلعت الهدوم، كانت لابسه الفستان اللي تحت العبايه، وشعرها اتنعكش جدا، وعينيها كانت مرعبه. كل الناس اللي كانت في المدرسه اترعبوا من الموقف، فقالوا لابوها ده حصل، بيحكوا لابوها تعالى الحقها، تعالى احكي لنا، تعالى نعمل ايه، مش عارفين يعملوا ايه. وعادت تاني القصه، كل الناس اللي في القريه دي وكل القرى كمان والمناطق اللي حواليها، كل الناس كانوا بيدوروا ومركزين البحث عندهم عن زهور، عايزين يعرفوا هي فين، عايزين يلاقوها. والشرطه اتدخلت في الموضوع، وبقت كل الناس في كل القرى اللي حواليها بداوا يقولوا حاجات غريبه، غير المره اللي فاتت اللي اختفت فيها يوم، وغير المره اللي بعدها اللي اختفت فيها 8 شهور. المره دي بقى كل يوم واحد من قريه شكل يقول لك انا شفت زهور قدامي، انا شفت زهور ماشيه قدام بيتنا، انا شفت زهور بتخبط عليا وتقول انا عايز اشرب ميه. حتى شرطه دوريه كان في الجبل بيقول لك انا لقيتها واقفه جنب الشباك وبتقول لي انا عايز اشرب، ومره واحده بمد ايدي وبلسه اسالها انت مين، لقيتها اختفت من قدامي. اول ما لفيت وشي ورجعت ما لقيتهاش. الشرطي ده اغمى عليه لما لقاها اختفت من قدامه، ما بقاش عارف يعمل ايه. وعاشوا في القصه والروايات والكلام والاكشن والتدوير، والناس كلها بتدور والاهالي بتتكلم عنها، وكل يوم شفناها مش عارف ايه، وكل يوم شفناها فين.
لمدة سنة و8 شهور. بعد السنة و8 شهور دول شوية شباب كانوا قاعدين في البر مخيمين، مرة واحدة لقوا زهور واقفة قدامهم، حاولوا يمسكوها ما عرفوش، جريوا وراها، كان بقى تحدي. كل الشباب بقى انت فاهم الشباب قعدوا جريوا بالعربيات، وكان واحد معاه دباب اللي هو الموتوسيكل وجري وراهم، وقعدوا عايزين بشتى الطرق ان هم يمسكوا زهور ويرجعوها لاهلها، ولكن فلتت منهم. بعد كام يوم كان في عيلة كبيرة عاملة حفلة خطوبة وبعدها حفلة عشاء، وبعد ما الناس خلصت الحفل ومشوا بدأوا يسمعوا من صوت الحظيرة بتاعت البيت ان في صوت عياط، في حد بيعيط. لما راحوا يشوفوا ايه الصوت ده وجاي منين، عرفوا ان هي زهور. لقوها كانت معفنة جدا، والعباية اللي كانت لابساها والفستان اللي كانت لابساه كانوا مقطعين تماما. ولقوا شنطة المدرسة اللي كانت معاها، ولما فتحوا الشنطة لقوا فيها شوية ورق، ولقوا ارقام للتواصل بتاعت اهلها، الدفتر، وخدوها وطلعوها البيت، حموها وظبطوها واهتموا بيها، وكانوا بدأوا يأكلوها. واهلها استلموها، ووعد نفسه وعد انا مش هخرجها من البيت نهائي، ولا مدرسة ولا غير المدرسة. رجع البيت وبقوا قاعدين معاها ورديات، قاعدين معاها نفس النظام. بعد ما اختفت 8 شهور بدأ نفس النظام رجع تاني، وبدأت تتحسن تاني. لكن المرة دي زهور كانت أكبر في السن، فكانوا عايزين يفهموا ايه اللي حصل. مالك يا بنتي، ايه اللي احكي لنا ايه اللي حصل معاكي في الفترة دي كلها؟ احنا بنتكلم في سنتين، ايه اللي حصل؟ ناس كتير قالوا ان هم شافوكي، وناس كتير قالوا ان انت كلمتيهم، محدش عارف ايه اللي بيحصل. وهي تقول انا كنت دايما الاقي نفسي قاعده في الصحراء وبسمع صوت ابويا وهو بينادي عليا، اسمع صوت ابويا وهو بيعيط، اسمع صوت امي وهي بتصوت وبتنادي عليا، وانا ما كنتش عارفه الصوت جاي من انهي اتجاه. وبعد 3 سنين لما تمت ال 19 سنه راحت لابوها قبل الفجر، خبيت على كتفه كده او مفتح عينيه، قالت له يا بابا انا رايحه مشوار لحد اليمن وراجعه بسرعه. فهو نام تاني او مسقط، انت بتصحيني قبل الفجر. الاب صحي على المنبه مع صوت الفجر وراح صلى الفجر ورجع. انا كنت بحلم، طب انا ايه اللي حصل؟ طب هي قالت لي كده يمن ايه؟ لا مفيش الكلام ده. لما رجع البيت بص على ورقه زهور ما لقاهاش موجوده. امها بدات تصوت والدنيا خربت من بعد الفجر، وكل الاهالي رجعوا يدوروا على زهور مره تانية. لكن المره دي الغيبه ما طولتش. كان معروف القصه بتاعتها لما تخبط على حد تقول له هتشرب، يلف وشه يرجع ما يلاقيهاش قدامه، يلاقي البت اختفت تماما. من حسن حظها ان هي لما خبطت على حد بعد كام يوم من اختفائها وقالت له انا عايز اشرب، قال لها تعالي هشربك ميه بس خش معايا البيت. فالبت زعقت له جدا وقالت له لا انا عايزه ميه دلوقتي حالا، ومش هخش معاك البيت دلوقتي نهائي. فالراجل عرف وقتها ان هو ما بيكلمش البنت، ان اللي بيكلمها الجن اللي جواها. فالراجل راح يجيب له الميه بس ما لفش وشه، رجع فضل يرجع بظهره كده لحد اما جاب الميه وعينه على البنت. وطبعا قصتهم مشهوره جدا، فكان رقم اهلها الناس كلها عارفاه. كان من كتر ما البلاغات والورق كان متعلق على الحيطان والشجر دوروا على البنت ديت، فكان البنت وشها معروف ورقم اهلها كانت الناس كلها عارفاه. فاتصل باهلها قال لهم تعالوا بسرعه بنتكم قدامي، تعالوا الوقت الحقوها. ورجع تاني اتكلم معاها وبدا يفتح معاها في حوارات لحد اما اهلها يجوا. ابوها كلم كل قرايبه وكل اهله يلا بينا، عشان ايه لما نروح لها ما تجريش مننا وتخلع، نقدر نمسكها كلنا. ولما كلم اهله كلهم راحوا عند البيت بتاع الراجل اللي اتصل بيه، كانت هي واقفه، عملوا عليها زي كماشه بحيث ان هي ما تهربش نهائي. حتى ولاد عمها الشباب الصغير اللي هم 18 20 سنه البت خبطتهم جامد وقعتهم، فيهم اتعور، وكانوا بيقولوا ان قوتها جباره، لو بودي جارد مش هيبقى بالقوه دي. والحمد لله مسكوا زهور تاني وروحوا على البيت وقعدوا نفس الموضوع، ما فيش باليد حيله غير ان هم يفضلوا يقراوا قران ويعالجوها ويهدوها والموضوع يستقر. جالها حد عايز يتجوزها. طبعا البنت عندها تقريبا 20 سنة، فده سن الزواج، ده السن اللي ممكن اكتر من عريس يتقدم لها. ولكن البنت ما كانش حد بيتقدم لها نهائي، ولكن شيخ من شيوخ الدين هو اللي قرر ياخد الخطوة دي. راح اتقدم لها، راح عشان يتجوزها، ووعد اهلها مالكمش دعوه، انا اللي مسؤول عنها من النهارده وانا اللي هعالجها وبعون الله اقدر اعالجها. واتجوزت الشيخ وقدر ان هو يعالجها وسيطر على الحاله اللي عندها، ودلوقتي بقى عندها طفلين. زهور دلوقتي الحمد لله تم شفائها،
انا كلمتكم في شوية الحاجات اللي انا متأكد منها بنسبة 100%. انا كلمتكم في الحاجات اللي انا اتأكدت ان هي حصلت، غير الخزعبلات. لو قريت على النت انت هتلاقي كلام كتير وهري كتير، حاجات كتير مش حقيقية، ولكن اللي انا كلمتك فيه هو الحقيقي بنسبة 99%. اخوك الدولي، وهنا بكلمك في قصص حصلت في قلب الواقع وقصص بتحصل واي حاجة بتحصل في المستقبل. فما تنساش انك تدعمني باللايك والاشتراك، ولو عملت شير يبقى زي الفل. اخوك الدولي، مس عليك، سلام.